قلت طب اهم حاجه انزل اجيب اللي هو ال 30 50 اللي بيقولوا عليه ده. قلت طيب خلاص اللي هيدفعني المبلغ ده كله اروح لل 30 60. تخيلوا بقى لما انا دلوقتي هنزل اجيب كارت، بصوا كله فري. تعالوا اوريكم برضو البورده بتاعت الكارت دوت، ما شاء الله من البورد اللي تعتبر حاجه كويسه جدا. ازيكم يا شباب، واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. والنهارده ان شاء الله هنخش في الموضوع على طول بقى من غير من غير كلام كتير والحكايات دي كلها. النهارده هنستعرض طبعا كارت من الكروت الفئة الاقتصادية جدا، والكارت اللي يعتبر المنقذ في 2023. زي ما انتم شايفين معانا الجي تي اكس ال 960 نسخة ال4 جيجا من شركة زوتك، ويعتبر طبعا من الحاجات المميزة جدا. وانا من شخصيا شايف ان هو ده حاليا المنقذ في 2023. طيب منقذ ليه وايه الحكاية؟ هوريكم اولا هو مقري كام عندي ومتشاف لحد كام. هو 4 جيجا، يعني هوريكم برضو على الجي بي يو زي وعلى الكلام ده كله بحيث ان انتوا تعرفوا كل حاجة عنده. النهاردة ان شاء الله هنعمل له ريفيو بطريقة مختلفة شوية. يعني هنفتح الكارت، طبعا اتهرى طبعا بنش ماركس مع الناس كلها، واتهرى طبعا في الالعاب مع الناس كلها، اتهرى تجارب وبنش ماركس والكلام ده كله. احنا هنعمله بقى المره دي، هنفتحه ونتفرج على البورده الداخليه بتاعته واوريكم الكارت ده واصل لحد كام في السيستم عندي. ويلا بينا نبدا الحلقه. طبعا دلوقتي احنا عارفين الاسعار بقت مولعه شويه في الكروت، مش مولعه شويه، مولعه جامد يعني في كروت الشاشه بالذات. فانا شخصيا نزلت قلت طبعا عايز اغير، عايز اعمل باني عملت تجميعه جديده. طب اجيب كارت شاشه جديد. طبعا التجميعه كلفتني حوالي 18000. تخيلوا بقى لما انا دلوقتي هنزل اجيب كارت. طيب قلت طب اهم حاجه انزل اجيب اللي هو ال 30 50 اللي بيقولوا عليه دوت، يمكن اقتصادي زي ما بيقولوا عليه. طبعا ال 30 50 بيبدا من حوالي 10000، وفي منه نسخ ب 9000 لحد 13000 جنيه. فطبعا انا مش شايف اي اقتصاديه في الموضوع، يعني مش عارف بيقولوا اقتصادي عليه اللي هو تقريبا ثمن التجميعه. يعني قلت طيب خلاص اللي هيدفعني المبلغ ده كله اروح لل 30 60 ان شاء الله، حتى النسخه العاديه مش التي اي. طبعا يعني قلت خلاص بدل اللي هدفع كده مثلا 9 ولا حاجه ولا 10، لا انزل اجيب ال 30 60. رحت لل 30 60 لقيته بيبدا لحد 15 ونص. ده انا بكلمكم عن النسخه العاديه مش التي اي. طبعا ال 30 50 اللي هو ال 8 جيجا، وال 30 60 اللي هو 12 جيجا. فطبعا دلوقتي الدنيا زي ما انتم شايفين مولعه نار، والاسعار بتاعت الكروت بالذات غاليه جدا. يعني البورد نفسها ممكن تجيب بورده ب 3 4 الدنيا تمام معاك، لكن للاسف الكروت عاليه لدرجه مش ممكن. طيب تعالوا بالمره بقى نشوف اللي هي المواصفات بتاعه النسخه اللي معانا. زي ما احنا شايفين طبعا فوق خالص اهو اللي هي النفيديا جي تي اكس ال 960، ده النوع طبعا بتاعه. بعد كده التكنولوجيا او الاركتيك بتاعته اللي هي 28 نانومتر. وكاتب لك حتى يعني المواصفات بتاعه الكارت والابعاد بتاعته. طبعا هو من شركه زوتك زي ما قلنا. بعد كده طبعا اللي هو دي رام 5. الباندويتس بتاعته 128 بت. وخلوا بالكم بقى من الحته اللي جايه دي قوي اللي هو الحجم بتاعه 4 جيجا 96 ميجا. ركزوا قوي على الحته دي عشان الحته دي مهمه. وزي ما انتم شايفين برضو هنا هو الجزء بتاع اللي هو الفيرجن بتاع الابديت بتاع الدرايفر. انا عامل له ابديت لحد 4 لحد 8 4 23، يعني لحد وقت قريب جدا. زي ما انتم شايفين بيتعمل له ابديت، ولسه النفيديا بتنزل له الدرايفرات بتاعته. ده طبعا شيء مهم جدا. فزي ما انتم شايفين الكارت يعتبر ما شاء الله تمام. وتعالوا بقى بينا ان احنا هنفتح الكارت ونبدا نشوف واوريكم متشاف كام على السيستم. تعالوا قبل ما نفتح الكارت كمان هوريكم متشاف كام على السيستم بالظبط. طيب زي ما احنا شايفين ركزوا في الحته دي قوي، هو 4 جيجا 96. بصوا بقى متشاف على السيستم كام. متشاف على السيستم 12 جيجا وزياده كمان، يعني مش 12 جيجا بس، متشاف على السيستم 12 جيجا 220. هتقول لي ايوه طب ما هو سحب من الرامات وكده هيخلي الجهاز ضعيف. لا مش سحب من الرامات ولا هيخلي الجهاز ضعيف ولا حاجه. تعالوا حتى نجرب على الالعاب. هوريكم حتى على الالعاب الدنيا تمام جدا وما شاء الله الدنيا زي ما انتم شايفين. بصوا ركزوا في الحته دي قوي. بصوا مش شايف 12 جيجا 220 كمان، يعني 12 جيجا 220 ميجا، يعني اكتر كمان. طبعا انا الرامات بتاعتي 16 جيجا 3200. فطبعا يعني قبل كده برضو كنت حاطه على 8 جيجا او حوالي، كنت حاطط 12 جيجا كان متشاف هو 10 جيجا. كل ما تديله رامات بيعلى معاك كمان وبيدي اكتر. وهوريكم برضو، هحاول اوريكم في الالعاب انه الدنيا مش مقصره على حاجه. طيب تعالوا كده نعمل كل الجرافيك فيري هاي ونشوف الدنيا ماشيه معانا ازاي. هنخش على الجرافيك اهو ماشي، ونحاول نعمل كله اهو.
انا عامل كل الجرافيك فيري هاي. في حاجات الهاي اهو نعملها فيري هاي بالمرة كمان اهي، بحيث ان احنا نشوف هل هيأثر على يعني هيأثر على الجهاز ولا ايه. تعالوا بينا كده نشوف الدنيا اهو. بيقول لي يس سيف، اوكي هنسيف الموضوع. هيعمل ريستارت طبعا للعبة كلها. دي طبعا البداية عادي اهي زي ما انتم شايفين، مفيش اي تأخير في البداية بتاعة اللعبة ولا حاجة، مع اني عامل كل الاوبشن فيري هاي. بصوا معايا برضو على درجات الحرارة فوق اهي. دي درجات الحرارة نفسها اهي، زي ما احنا شايفين درجات الحرارة لا تمام ما شاء الله اهي. 37 درجة دي درجة حرارة الكارت طبعا. تعالوا بقى نشوف ما هيأثر على حاجة. زي ما احنا شايفين مفيش اي تأثير، اللعبة تمام وما شاء الله الدنيا شغالة تمام اهي. مفيش اي تأثير على حاجة في اللعبة، ولا مثلا هنحاول نطلع حتى بيه اهو من العربية. هنطلع بيه بالعربية اهو، نشوف نمشي كده ونشوف الدنيا معاه عاملة ازاي اهو. فما شاء الله لا يعني مفيش تأخير ولا الرامات عاملة حاجة، والدنيا لذيذة، وعاملين كل الإعدادات بتاعته فيري هاي. ودرجات الحرارة تاني اهي، بصوا درجة الحرارة ما شاء الله لحد دلوقتي 43، والمراوح شغالة على 38. فموضوع الرامات ان هو واخد من الرامات مش مقصرة معاها خالص في اي حاجة، والدنيا تمام، واللعبة زي ما انتم شايفين ما شاء الله شغالة زي الفل اهي. تعالوا بينا بقى نفك الكارت ونتفرج على الاجزاء. طيب تعالوا كده بقى نفتح الكارت. طبعا خلي بالك وانت بتفتح الكارت ما تشدوش فجأة، لان طبعا لو شديته فجأة انت ممكن تقطع السلك بتاع المراوح اللي هو واصل في البوردة بتاعة الكارت. تعالوا اوريكم برضو البوردة بتاعة الكارت دوت ما شاء الله من البورد اللي تعتبر حاجة كويسة جدا. وانا قبل كده عامل له حلقة على فكرة، مغير له السيرمال بيست بتاعها. هحاول اسيبها لكم في الديسكريبشن بوكس، هسيب لكم برضو حلقات التجميعة وحلقات اللي هو اللي حاطط له سيرمال بيست، اللي انا غيرت له سيرمال بيست بحيث ان انا احافظ على درجات حرارة يعني مظبوطة في الكارت. زي ما احنا شايفين طبعا البوردة بتاعته الجزء الكبير اللي في النص دوت اللي هو البروسيسور بتاعه، او يعتبر ده الداي الاساسي اللي هو الميموري او البروسيسور بتاع الجهاز. طبعا زي ما احنا شايفين الكارت نفسه يعتبر كانه ماذر بورد عليها بروسيسور ورامات وكل حاجه، وعليه باور وكل حاجه. يعني الكارت ده كده هو لوحده يعتبر كمبيوتر كامل. هو حتى اسمه جي بي يو، او يعني جرافيك بروسيسز يونت، زي ما الكمبيوتر الكبير اسمه سي بي يو اللي هو سنترال بروسيسز يونت، ده اسمه جرافيك بروسيسز يونت. فالبوردة دي اللي انتوا شايفينها عليها كل حاجة، عليها الجزء الكبير قوي ده اللي في النص اللي هو البروسيسور، الجزء اللي وراه اللي هو الرامات او الفي رام بتاعته، وبعد كده عليه جزء الباور اللي بيدخل الباور. وطبعا الكارت اللي معانا بياخد 6 بن. طبعا ده من المداخل اللي هتلاقيها في 90% من الباورات. وعايز اقول لكم ما شاء الله مشغل 90% من الالعاب. لو عايز تجميعة متوسطة، تجميعة ما تبقاش غالية جدا، لان طبعا زي ما احنا عارفين ولسه كنت بقول لكم في كروت وصلت لحد 70 و80 و100 الف جنيه. لكن طبعا وطبعا لما هتشتري كارت كده هو لازم تشتري كمان معاه باور سبلاي يقدر يديله الطاقة اللي هو عايزها. وفي نهاية الحلقة يا رب نكون قدمنا لكم محتوى مفيد. ما تنسوناش باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.